قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريق لست أدري. هو عايش كده لست أدري. لكن نشوف كتاب التوحيد قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلاص عرفت من الخالق وكيف وجدنا وأي غاية مطلوبة منا والهدف. لكن هو جاي لا عارف جاي منين ولا عارف ماشي ازاي ولا عارف رايح فين. لكن ولذلك أنا هسألكم سؤالا. مش في حاجة اسمها حق الاختراع حقوق الملكية مثلا؟ يعني مثلا لو واحد اخترع شيء براءة اختراع اخترع شيء في براءة الاختراع دي اخترع شيء فجي شخص ما سرق منه هذا الاختراع هيعمل ايه؟ يرفع قضايا صح؟ لأنه هو مثبت ان دي بتاعته هو مثبت ان دي بتاعته. طيب أنا هسألكم من الذي قال بأن الشمس أنا أوجدتها؟ اللي عمل مصباح ليل نهار يدرس في الكتب اللي عمل الإصباح فلان الفلاني بيقول لي عمل أول طيارة فلان الفلاني أول سيارة فلان الفلاني أول كذا فلان الفلاني. طيب الذي أوجد أول بشر الذي أوجد أول نجم الذي أوجد أول بحر الذي أوجد ده لو كان عملها مخلوق كان قال. ولذلك شوف في آخر سورة الطور قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تفكر فيها كده يعني جيت كده من غير أي حاجة أم خلقوا من غير شيء مش جاي. أم هم الخالقون هم اللي أوجدوا أنفسهم بأنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد. الحمد لله. طبعا هنبقى نرجع لتوحيد الربوبية لأن هناك من يخالفك في الربوبية كالصوفية وكالرافضة يخالفون أيضا في الربوبية. ولعل هذا في انتهى وقت كتاب التوحيد شيخنا الكريم. نذهب إلى فاصل قصير أعزائي المشاهدين والمشاهدات ثم نعود معكم مع كتاب منهج السالكين في الفقه في الدين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد عفوا رحمه الله تعالى. فاصل قصير أعزائي المشاهدين فابقوا معنا. للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966 559 33 97 85. تويتر @أهوازنا TV فيسبوك @أهوازنا TV يوتيوب لايف أهوازنا TV انستغرام @أهوازنا TV تليجرام أهوازنا TV سناب شات لايف أهوازنا TV الأحواز